حبايبي الغاليين، لما تجيبي اللفت وحابه تخلليه ازاي، انا جبت اللفت وقشرته، هنزل عليه بمعلقتين من الشطه واقلبهم حلو ببعض كده واملى البرطمان بتاعي. طبعا البرطمان لازم أن يكون مليان على الاخر. لو في فواض عندك حط له خيار، جزر، بتنجان، فلفل، اللي عندك متاح تكملي بالبرطمان كمليه. نزلت هنا بقى ايه بالميه بتاعتي في نفس الطبق اللي كان فيه اللفت، وجبت ليمونتين كده. الليمون ماده حافظه بيحافظ لي على اللفت عشان ما يريمش من فوق. وطبعا صفيته على ايدي كده علشان البذر ما ينزلش في الميه، علشان ما يمررش الميه وتبقى مره. وحطيت قشر الليمون على وش البرطمان كده، وقلبت الملح ونزلت بالميه كده على البرطمان علشان يملى البرطمان كله. وطبعا قلنا زي ما قلنا القشر ده فايدته ان هو هيمنع العفون. وتمليه على الاخر وتقلبيه كده قلبه بس عشان تتاكدي ان هو كله اختلط مع بعض. يا رب تكونوا استفدتوا.